هل حظي علم كردستان بمكانته الحق في روجافا كردستان؟ تزامنا مع الهجوم الذي بدأ في 7 من كانون الثاني على الحيين الكرديين الأشرف والشيخ مقصود، أحيكت مؤامرة عظيمة وخبيثة وقذرة ضد روجافا كردستان سوريا. الهدف من هذه المؤامرة القذرة هو سحق الكرد ودمارهم، سحق كرامتهم وسلب إرادتهم وإخضاعهم واستسلامهم، أي أنهم لم يمنحوا روجافا كردستان حتى فرصة انسحاب كريمة واستسلام يحفظ ماء الوجه. تم الاعتداء على أرض الكرد وممتلكاتهم وسدودهم ونفطهم وحياتهم بطريقة وحشية همجية لا إنسانية ولا أخلاقية. هناك معادلة في حسابات الحياة مفادها اعرف أين تضرب لتعرف كيف تدافع. ولأن الهجوم يستهدف وجود الكرد فإن الحماية يجب أن تكون بالكردايتية. وبالفعل دافع الكرد عن وجودهم وهويتهم خلال الهجمات على روجافا كردستان بكردايتية لا نظير لها. دافعوا عن أنفسهم بوعي كردستاني، دافعوا عن وجودهم وحموا هويتهم بعلم كردستان. فكان الانتصار الأعظم للكرد على مر التاريخ. ففي جميع دول أوروبا وفي برد كندا القارس، في لبنان، في سروج، في كل بقاع الأرض أبدى الكرد مقاومة تاريخية عظيمة بعلم كردستان. وإذا لم يتمكن مرتزقة أحمد شرع ودمشق من دخول الحسكة وقمشلو اليوم كما اجتاحوا حي الشيخ مقصود ونهبه، فالسبب الرئيسي والحاسم هو مقاومة الكرد بوعي قومي وبالرموز الوطنية القومية. وكانت أجمل الصور على الإطلاق هي صورة علم كردستان على صدور وأكتاف المقاتلين الكرد. علم كردستان الذي رفع على مبنى بلدية قامشلو مصحوبا بالنشيد الوطني أي رقيب من قبل مقاتلي الحسكة. يقال رب مصيبة خير من 1000 نصيحة. وبالفعل أرغمت هذه الهجمات روجافا كردستان على العودة إلى أصله. فالحقيقة أنه بعد عام 2013 كان روجافا كردستان قد فقد هويته الكردية والكردستانية وانسلخ عنها. تخيلوا أنه حتى اسمي روجافا وكردستان لم يكونا موجودين قطعا ضمن أجندات قوات سوريا الديمقراطية قسد، بل حتى نستطيع القول إن ذكر كلمة روجافا كردستان كانت تعتبر كخيانة عظمى، كما كانت كلمة الكرد يعد خطابا إرهابيا وتم حظر علم كردستان. ففي 17 كانون الأول عام 2015 استخدمت قوات الأمن التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بيدا ووحدة حماية الشعب في جيركيليكي مدافع الماء لمهاجمة علم كردستان ذو 200 متر. فقام الشعب بشدة لمنع سقوط علم كردستان. وفي اليوم التالي أدلى الرئيس بارزاني بتصريح وقال سيندمون يوما ما. ومنذ ذلك الحين نفذت العديد من الهجمات والاعتداءات على الرموز الكردية في عمودة وقامشلو ومناطق أخرى عدة. وأحرقت الشبيبة الثورية جوان شورشجر علم كردستان وهاجموا صور الخالد مال مصطفى البارزاني، كما هاجمت قوى الأمن من رفعوا علم كردستان واعتدوا عليه. وها قد جاء ذلك اليوم، والآن تحاول القوات التي هاجمت ذلك العلم حماية نفسها بالعلم المقدس نفسه. وقد تجمع واحتشد عموم الكرد حول روجافا كردستان بهذا العلم يدافعون عنهم ويحمونهم. أما الرايات النكرة، صور وجلان، الشعارات غير الكردية إلى آخره فباتت مجرد كرتونية فارغة.